اهلا بيكم. ازاي تسعر منتجاتك او خدماتك صح؟ النهارده هنتكلم عن واحده من اهم المهارات اللي لازم اي صاحب بيزنس يكون متمكن منها، وهي التسعير. والموضوع مش مجرد انك تحط رقم وخلاص، في علم واستراتيجيات كتير ورا تحديد السعر الصح لاي منتج او خدمه. خليني ابدا معاك باول استراتيجيه، وهي التسعير القائم على التكلفه Cost Plus Pricing. دي بتعتمد على انك تحسب كل التكاليف اللي صرفتها عشان تطلع المنتج او تقدم الخدمه، وبعد كده تضيف نسبه ربح محدده. مثال بسيط: لو تكلفة إنتاج منتج معين هي 100 جنيه وعاوز تضيف ربح 20%، يبقى السعر النهائي هيكون 120 جنيه. دي استراتيجية سهلة وبسيطة جدا، لكنها مش دايما الأفضل، لأنها ممكن ما تاخدش في اعتبارها عوامل تانية زي المنافسة أو القيمة المضافة للعميل. نيجي بقى للاستراتيجية التانية، وهي التسعير على أساس القيمة Value Based Pricing. ودي بتعتمد على انك تسعر المنتج بناء على القيمه اللي بيقدمها للعميل. يعني لو منتجك بيوفر حاجه مميزه جدا او بيحل مشكله كبيره جدا عند العميل، ممكن ترفع السعر لان العميل هيكون مستعد يدفع اكتر. مثال على كده: شركه ابل بتستخدم الاستراتيجيه دي في تسعير منتجاتها، والناس بتدفع مبالغ ماليه كبيره جدا لانها شايفه ان المنتجات دي بتقدم قيمه عاليه ليها. الاستراتيجيه الثالثه هي التسعير القائم على المنافسه Competitive Pricing. هنا انت بتشوف المنافسين بيبيعوا بنفس المنتج او الخدمه بسعر قد ايه، وبتحدد سعرك بناء على كده. لو المنافسه شديده ممكن تضطر تنزل بالسعر علشان تجذب عملاء اكتر، لكن لو منتجك مميز عن باقي المنافسين ممكن تسعر اعلى منهم. مثال على كده هو سوق السلع الالكترونيه اللي المنافسه فيه كبيره جدا. كمان عندنا التسعير النفسي Psychological Pricing. بيستخدموا بعض البائعين علشان يخدعوا دماغ العميل، زي انك تلاقي مثلا منتج بسعر 99 جنيه بدل 100 جنيه. الفرق هنا يمكن بسيط جدا ومحدش ملاحظه، لكن نفسيا العميل بيشوفه ارخص. اخيرا في حاجه اسمها التسعير الترويجي Promotional Pricing، وده بيستخدم في عروض خاصه لفتره محدوده علشان تشجع الناس على الشراء بسرعه، زي تخفيضات نهايه الموسم او عروض البلاك فرايداي. في النهايه مفيش استراتيجيه واحده صح لكل حاجه. انت كصاحب بزنس لازم تكون مرن وتختار الاستراتيجيه اللي تناسب منتجك وسوقك وعميلك المستهدف. دايما فكر في قيمه منتجك للعميل وشوف ايه اللي هيميزك عن المنافسين. لو لسه عندك تساؤلات تاني عن التسعير او عايز تعرف اكتر عن اي استراتيجيه، اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وفولو علشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. دمتم بسعاده.